هاي، انا الدكتور كريم جمال. النهارده والاول مره في الدايت هناكل تشيز كيك. الناس كلها متخيله ان الدايت يعني حرمان ولازم نقضيها جبنه قريش وزبادي ونحرم نفسنا من كل حاجه بنحبها، لكن في ذا سليم جيم احنا بنغير شكل الدايت التقليدي، لان هتلاقوا في الميل بلانز اللي بنعملها اننا بناخد الفايده من كل الاكلات الصحيه زي الجبنه القريش والشوفان والزبادي، وفي نفس الوقت بنستمتع بطعم كل حاجه بنحبها زي التشيز كيك، البيتزا، وكمان الايس كريم. واحنا بنشتري الجبنه القريش يا ريت نختار نوع يكون ملحه قليل جدا، ده هيظهر حلاوه وطعم التشيز كيك. وكمان هنستخدم جريك يوجرت او الزبادي اليوناني، يكون اهم حاجه لايت او لو فات. بالنسبه للصوص اللي هنستخدمه على التشيز كيك معمول من الفاكهه الطبيعيه. احنا النهارده هنستخدم البلو بيريز، لكن تقدروا تستخدموا اي فاكهه انتوا تحبوها، وفي الاخر هيتحول لنوع من الصوص او حتى المربى الخفيف. الميزه كمان في ذا سليم جيم ان التشالنج مصمم بطريقه انتراكتيف. في خلال 4 اسابيع مده التشالنج بندخل مسابقات وتحديات، وكمان بنتنافس مع اصحابنا، وده بيخلينا مستمتعين ومتحمسين وقادرين نكمل التشالنج للاخر. جربوا النهارده التشيز كيك الدايت، وبعد ما تتبسطوا بيها تعالوا اشتركوا معانا في التشالنج الجديد من ذا سليم جيم عشان نخس ونوصل لوزننا المثالي واحنا مبسوطين ومستمتعين.